مساء الخير، سلامي للجميع. النهاردة هنتكلم على حكاية سمعنا عليها كتير جدا، بس احنا مش عارفين ايه هي اصل الحكاية. النهاردة معانا هشرح لكم اصل الحكاية، وهي حكاية المدرب محمد الحلو الله يرحمه، مدرب الاسود والاسد اللي هجم عليه. ايه سبب هجوم الاسد، وايه علاقة الاسد ده بالمدرب بتاعه، وهنعرف من خلالها الوفاء والاخلاص للحيوان، والحيوان عاقب نفسه ازاي على لما اذى المدرب بتاعه. طبعا الحكاية انا عارفها واقولها لحضراتكم، وهي ان المرحوم الكابتن محمد حلو الله يرحمه جاب اسدين صغيرين جدا وسماهم سلطان وجبار. كان محمد الحلو بالنسبة للأسدين دول هو الأب والأم والأخ والصديق وكل شيء يخطر على بالكم. كان فعلا بالنسبة لهم هو أبوهم، فكبروا مع بعض الأخين. وفي طبعا كعادة البشر، طبعا العادة دي موجودة في البشر وطبعا موجودة في الحيوان، هي الحب والغيرة. فسلطان شاف أسدايا اللي هي اللبؤة باللغة العربية، فحبها وكل شيء بقى خلاص حبه معاها وبقت هي حبيبته. طبعا مين اللي شافهم؟ جبار نشأت غيرة ما بينه وما بين سلطان على الأسدايا دي. في المهم كل جبار ما يشوف الأسدايا حبيبة سلطان بيروح ويعاكسها. فطبعا دم سلطان حر وغار على حبيبته، وكل ما يجي جبار ناحية الأسدايا سلطان يضربه. فجاء اليوم الموعود وهم في العرض في قلب السيرك، سلطان شاف جبار مقرب جنب حبيبته، فراح عمل ايه؟ سلطان راح ضرب جبار. لما ضربه مين شافه؟ الله يرحمه محمد الحلو طبعا زعل من سلطان وضرب سلطان. فسلطان هنا فكر ان محمد الحلو مع جبار عليه، فزعل جدا. فلما جت الفرصة هجم سلطان على محمد الحلو وغرس اسنانه وضوافره في ظهر محمد الحلو، وقاعدين يخلصوا محمد الحلو من ايدين سلطان، ومحدش عارف يخلصه لغايه ما جه وقت معين ربنا كاتبه وقدر ينجو محمد الحلو من تحت ايدين سلطان. بس هو للاسف كانت الاصابه قويه وبالغه جدا. في المهم فنقلوه المستشفى. طبعا المدرب عارف الحيوان بتاعه وقال لهم ما حدش يأذيه. فكان ردة فعل سلطان ان كل يوم بينادي على المدرب بتاعه اللي هو ابوه الروحي محمد الحلو، وبينادي عليه عشان يصالحه ويعتذر له. لكن الاقدار لن تأتي دايما مع اهواء البشر حتى الحيوانات. فربنا رحم محمد الحلو ومات. فطبعا كل يوم سلطان ينادي على ابوه الروحي اللي هو محمد الحلو، مفيش فايدة. فمدير السيرك قال خلاص الاسد سلطان ده مش هينفعنا، ودوه الجنينة. فعلا ودوه الجنينة، وهناك الاطباء البيطريين قالوا لازم احنا ندخل له اسدايه تانية عشان نتجوزها. بس للاسف سلطان فقعها علقه، عشان خلاص سلطان دخل مرحله الاكتئاب الشديد على الاسدايه حبيبته. قصدي دخل الاكتئاب الشديد على المدرب بتاعه محمد الحلو. في المهم قعد يعاقب نفسه، تمام، قطع ديله، قعد يعض ديله لغايه ما قطعه نصين. الايد اللي ايده اللي اتمدد على محمد الحلو قعد يعضها لغايه ما نزف ولغايه ما بهدل جسمه، لغايه الاسد ما مات حزنا على المدرب بتاعه. فهي دي قصه الوفاء والاخلاص اللي احنا بنتعلمها يا بشر من الحيوانات. فاتمنى يكون القصه جميله وحلوه. شكرا، مع تحيات حاتم ابو عيسى.